سي ايوب، شنو هما الدومينات اللي تبيعوا في العالم باثمنه جد خياليه؟ كاين بيزنس دوت كوم تباع بأكثر من 300 مليون دولار. كاين هاوس دوت كوم ما عقلتش الصراحه بالضبط، ولكن هو فوق 20 مليون دولار. كاين مثلا اف بي بوان كوم ديال فيسبوك شراته ب 8.7 مليون دولار. وكاين مؤخرا واحد المبيع اللي كلشي كيهضر عليه هي فويس دوت كوم تباع 30 مليون دولار. كاين بزاف ديال الدومينات تباعوا باسعار كبيره. خصنا نتفاهموا على واحد المساله بعدا مهمه، هو ان كاين دومينات بابليك وكاين دومينات كيدوزو برايفت، بما معناه انه شركه كتشري من عند دومين شركه اخرى، ولا مثلا كتشري من عند بروكر اخر، ولكن كيسنيو على واحد الكونترا كتسمى NDA نون ديسكلوجر اجريمنت، يعني انه ممنوع يصرح بذاك المبلغ. هادو ما غاديش نهضروا عليهم لان كاين فيهم بزاف ديال الاسعار اللي كبر من هادشي اللي غنقولوا دابا بابليك. ولكن اغلب الدومينات الغاليه جدا كتكون عباره على كلمه واحده باللغه الانجليزيه. علاش؟ لانه ذلك الكلمه كتكون نادره. يعني ما يمكنش مثلا انا عندي بيزنس دوت كوم وانت عندك بيزنس دوت كوم، وارتباطا بيزنس دوت كوم هي اغلى مبيعه كتباع باكثر من 300 مليون دولار. كاينين دومينات اخرى بيان سور بحال هاوس دوت كوم حتى هي، وكاينه واحد المبيعه اللي مشهوره الاغلبيه ديال الدومينرز كيهضروا عليها اللي هي مبيعه ديال فويس دوت كوم. فويس دوت كوم تباع ب 30 مليون دولار. مؤخرا فاش كانت الضجه ديال الNFTs هي عباره على حروف NFTs. هذا ما كان عنده حتى شي معنى. فاش ولا عندها معنى تباعت مؤخرا في العام اللي فات ولا العام اللي قبل منه ب 15 مليون دولار. دونك هنا باش كنهضروا على الندره ديال ان واحد الكلمه نادره جدا ديما كتلقى الاسعار ديالها ترتفع بشكل كبير جدا.